السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم دايما في الله. طبعا نعمل ايه؟ فيديو جديد، حاجة جميلة، حاجة حلوة كده. يعني معايا بقى عندي لف الجلاش، كان عندي في الفريزر. بص والله في الفريزر صلحتها في الفريزر. مش قلت بقى اعملها ايه، حاجة حلوة لاولادي فكده. فانا اقطعها طبعا زي ما انتم شايفين. التقطيع، كل التقطيع ده كده بس بتبقى جميلة جدا. كده قطعناها كده زي ما شايفين الشرايح كده، قطرشات جميلة جدا. نحطها كده بقى كلها في الصينية. نفشها بقى كده. تعالى بقى جبت زي حاجة زي كده بقى، يعني شفشة او اي حاجة زي كده. نحط بقى ايه، معلقتين معلقتين كاستر زي كده ايه. معلقتين نشا اهي، معلقتين كاستر، معلقتين نشا. ننزل عليهم بالمية كده بقى وندوهم كده. نسيبه كده بالراحة. دوبنا زي ما انتم شايفين كده اهي، مفيش اي كلاكيع خالص. ننزل بقى ايه، ده زي ما شايفين كده، ده كيلو الا ربع لبن. طبعا هو ايه، سخن او غلى زي كده. انزل بس بالسكر، انزل كده بمعلقتين سكر، او 3 معالق. هو بس كفايه معلقتين ونص. وبعد كده هاكل كده كويس جدا. هننزل بالكاستر واحده واحده كده، حبه حبه بالراحه كده. شايفين كده. انزل بقى بكيس فانيليا كده وانا طفيت عليها. طاسه دهناها او قصدي صينيه دهناها كده سمنه زي ما انتم شايفين. وادي وسدانة الجناب ودهناها سمنه كده كلها. انزل بقى بايه، بحبه جلاش كده.
ننزل بقى بالكاستر اهو. عايزة نسيت احط طبعا السمنة، فمش مشكلة عادي. الحروف كده انا نسيت يعني نعملها كده يعني كويس. انا نسيت يعني احط اللي ايه ادي السمنة على الجلاش، فانتوا بقى خلي بالكم. كده انا هحط الباقي. زي ما انتوا شايفين بقى نعمل ايه كده. ممكن اعملها في الطبقة الاولى كده بس مش مشكلة، انا نسيت فعادي، فانا رحت حطيت في الجناب كده فهيعمل فيها عادي. طبعا هنيجي حاطينها في الفرن. طبعا انا مسخنه الفرن بقالي 10 دقايق، فطبعا ايه حطها بقى الفرن. طبعا على حسب الفرن عندك، طبعا مش هتاخد يعني معاكي 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير، وايه ونطلع. طلعتها كده من الفرن السخن زي ما انتم شايفين كده، لسه سخنه جدا. بص بتاع يعني بص الجلاش منفوش ازاي، جميل جدا حلو قوي. عندي بقى شربات في التلاجة، والله دايما عندي كده حاطاه في بطرمانات، يعني بطرمان كده كبير، وحاطاه في علبة وحاطاه دايما في التلاجة. فايه وقت ما اعمل اي حاجة حلوة بيبقى جاهز عندي. انت شايف كده. وطبعا الشربات ده يعني تخش على فيديوهاتي او كده وتعرف طريقة الشربات. جميلة جميلة جميلة. وكده انا يعني هحط لها الشربات او سيتها بالشربات كده، اسيبها بس لما تبرد خالص زي ما انتم شايفين كده. جميله جدا جدا. جلاش ده بالكاستر حلو قوي قوي. فايه هي لسه سخنه. ف اقول لكم دايما متنسونوش باللايك، اللايك يا حبايبي الحلوين، اللايك اوعوا تنسوني. وان عجبكم وراكم فيها جميله جدا، جربوها حلوه قوي قوي قوي. سهله ما خدش اي وقت معايا. طبعا اي واحده بيبقى عندها شربات في البيت تعمل اي حاجه حلوه تبقى جاهز عندها العسل او الشربات بتاع الحلويات. فانا ايه هسيبها بس تبرد شويه. عندي بقى حبه جوز هند كده، فحبيت اللي انا ايه ارش كده عليها. جوز الهند من الحاجه الجميله جدا المفيده، فعندك معلش خلاص دي حاجه اختياري، فعلى حسب ما انتي حابه. شايفه كده هي لسه سخنه.
بعد كده يا دوبك يعني بردت شويه، بس هي لسه سخنه زي شايفين كده اهي، بس جميله جدا جدا هي عشان لسه سخنه. وادي العراوس جميل وريحتها حلوه قوي. فيا رب يكون بقى عجبكم، متنساش تذكروا الله يذكركم، واقول لكم دايما اسيبكم في رعايه الله، في دايما في من حال لحال، يا رب دايما احسن، ودايما مقربين دايما لله عز وجل. اقول لكم دايما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.